يعني اول ما جيتوا مهيب هنا السكان اللي هنا كانوا مين؟ سكان امم ما كانش إلا عم الفراجم وجولتهم وناتوا بعد في الأواخر لما الأرض جربت تجيب زراعة بناتها على العتلة دي جدا. ده. وأبوك أحمد بنى دار وأنتوا دار. اه ورجع أبوك أحمد خد الجيش الشرقية دي وأنتوا خدتوا وش البحر دي. لا بحري بقى كان مين اللي ساكن هنا؟ البحر كان حياة مغيظ أبو سادي. امم بنى إيه كحتين نايين ودخل ابنه حياة السعيد فيه. والصعايدة كانوا هنا؟ والصعايدة كانوا يجون برضه. اي وكل ما نيجوا كنا ما جينا نبنوا عاوزين جراتان من ابويا ابراهيم ما رضتش عمته مبروك منصور وليا واعي. اي كان روحوا نفرتوك اللي جات بناتها وفرحنا نعسوا على بعض ونزعلوا. اه بنانا تحت اوتار بسلنا لما ربنا سهل ليه وجانا خدنا الجراتان اللي فيهم احمد وجرات الساقية كانت الساقية جيب لي. اي احنا وامي سابوا المراح والسواق الجبال اللي جايين من حياتي دول. دو جانب الخوايتي وجانب قضوة المناصرة وقصونا يا دوب جرات عملنا فيه البيت. والعتلوة كانوا فين؟ العطالة دول كانوا لسه موجود. واول ما جم عند العتلة ولا على الترعة؟ أول ما جم عربية كم يا سيدي كبيرة مليانة فيها البقرتين والشعير والذرة والغلة وكان حياتها فتح دي وعبد العزيز اللي واخد نعمة الشيخ محمد جايين عرسان. كانوا لسه عرسان. دخلناهم بقى عندنا حضرين 3 على الليستة كل واحد ومراته حضير كل واحد. استضفتهم يعني لما يبنوا؟ ايوه. قعدوا صفية بقى لما جاوا عبد الحليم عمل لهم طويات وعقدوهم ونقدوا. وحياة الباشا وابو حسن مدفونين فين ورا دارنا في البلد. هناك في صيف. ايوه اول ما نزل العتلة عيشة ام الشيخ محمد. اول واحدة اندفنت في العتلة مهيب عيشة ام الشيخ محمد. ام الشيخ محمد العتلاوي. ايوه جانا بقى الارض بنتيامي 20 فدان العيساوية كلك باعوا. واحنا بقينا نص فدان ملك لاحمد زعلوق ب150 جنيه. يعني انت حضرت دفنة اول حد في تراب مهيب؟ حاول ما ننزل التربة عيشة ام الشيخ محمد. طيب يا سيدي اول حد جه من المطوعة هنا في مين؟ اليوم دار الحاج عبد الله والحاج محمد والحاج احمد. الحاج احمد ابو الهون اللي كان واخد عمتك هاني. محمد عبد الحميد وابو عبد الله. ابو عبد الله عبد الحميد. ايه كان اسمه عبد الحميد بقى؟ كان اسمه عبد الحميد. ايه والحاج احمد والحاج محمد. الحاج احمد ده ابو الصلم طاوع؟ الحاج احمد ده ابو الصلم طاوع؟ ده هو ما خلفش كان واخد هو والحاج محمد واخدين من حمايد. ايوه ما خلفش الحاج احمد ابو الهول دي. كان عنده حته بنت واحده وجوزها لابن الحاج عبد الله. ايوه ماشي. اخو حياة محمد. وجم سكنوا هنا بقى؟ جم بعد ما سكنوش الا تعزلوا بقى هي صار نقضوا شويه طوب ونبنوا وقعتين كده بالقالب العريض دي. ومونا من الجنة وهكذا. ايوه ماشي. والباقي قاعدين نايين وسايبين ضرب في البلد بيبان 3 شقق مفتحين على البحر دايما. بعشهم ببيبانهم دايما. وكنتوا بتتلموا بقى تسهروا مع بعض زمان هنا؟ ايوه كانت المايه تغيب بقى ونقعد نقولوا حكايات ونولعوا ونعملوا شاي. كل ليلة ومنصور ابراهيم نروح نجيبوا قمرين حداد من ارض الشيخ محمد العتلاوي دي. كان خريزة وبتاع. ايوه نولعوا طول الليل الراكي عشان الشاي على طول. ايوه. والبعدين الخوايطة والعيساوية 5. والخوايطة كانوا أبو زيد وأبو زيد وأبو علي وحسن. أبو زيد ده كان أسمر وكان واخد أخت أحمد عبد الحافظ من الحفايطة. ماشي. طب الخميسة جم بعدكم؟ الخميسة؟ الخميسة جم بعدين. أيوة الحتة اللي فيها عيال القدايمة دي زرعنا فيها الثانية. وكانت عريشة الخالد دي فيه مضى درس معانا ومحمد العبد كده. في سبخية الأملاك. ايه. وعمك ظريف
والشيخ ظريف ابو السيد ابو الزهري كانوا خولة في المصلحة. اي. وعم الزان ماسك مفاتيح البيوت ويمشي على الجيران، ما حدش يدري لما يلم مال المصلحة على الفدان جنيه. كده. انت ما لحقتش الكلام ده؟ لا ما شفتوش يعني. كان فيه ناظر اسمه ابراهيم ابو زيد وسعد اخويا ده كان اخونا من الام وابن عمنا. وراكب جمالي وقايم قدامه كده وقال له ايه يا خبط على ايده كده، ايه يا عم ازاي؟ قام نادي ليه؟ قال له انا رجع اخينا ده من ورا. انت امك مين؟ انا ام السعد عبد الفتاح منصور الجبالي جامع صفر دي في ملك. كانت مرات مين قبل ابوك؟ كانت واخده ابويا بالفتوح، جابت منه سعد اللي ابنه في اسكندريه محمد، واحمد اللي مات السنه. وجا لما ابو منصور راح شرمي لهم ضربوا منصور وخدوا الضرب على بعضها والشحات. ماشي. جاوا بقى يا ابو عيسي والخوايط والمناصر خدوا 20 فدان في الكوع الجير من جبلنا ومبحر الكمال. اسمه كوع الجير؟ اللي فيها ارض محمد حميد عمر النهارده والناس دي. في البر الشرقي. في البر الشرقي بتاع الوسية. والحاج احمد ابو محمود يركب الفرس البيضاء والتيران والجاموس والعجول من عند ابو حسنين من الشرق لما لحد جبلنا جاموس وبابر وتيران. يدور الكرباج يقزح الحاج احمد ابو محمود يقزح من فوق منهم. طب انت قصتك ايه بقى مع الحرامية بتوع زمان؟ انا كنت حرامي؟ لا يعني كانوا بيداروا فين ويسرقوا ازاي ويعملوا ازاي في الفترة دي بقى؟ حكاية السرقة دي كانوا حياة طلعت بقى عدى علينا والبهايم بتوع العجايمي وجزحهم الخارج وجانا النادوا عليه. كنا لسه عاملين فطار وعازمين محمد حسن دورة ضواء والشيخ ابراهيم وفاري عامل لهم فطار في رمضان. وبعدين الشاور كده الحاج طلعت وقال بلاش يا سيد مالكش دعوة واقعد وخلاص. كان المسند له النص والسراح له النص. وعلني كده. يعني جازية الهلالية كانت اخت ابو زيد ولا اخت دياء؟ جازية كانت اخت الامير ابو علي ابو زيد. كان ليها 3/4 الشهر. جازية الاخت ابو علي كان ليها 3/4 الشهر. وابو علي ده كان قاضي العرب ومرزوق. وقوم بقى اقول له حق انت الشعر جميل والامير ابو زيد في حد اكرم مني؟ ابو علي بيقول له قال له فيه. وابو زيد الهلالي قال له في حد اكرم افرس مني؟ قال له فيه. قال له تتحج على الربابه يا شاعر جميل. قال ايه بقى الشاعر؟ قال انا لفيت بلد الاندلين ونيني ما لقيتش افرس من زناد خليفي ولا ازود من زيد الحجاج بن فاضل الرجال. انظرت فيها امير الباضي يا ابو علي 99 عبد راسهم من شير الصواني ده. من صفك يا امير الباضي يا ابو علي ما يجيش ربع مضع المسمار. بس كلام يتوزن بالذهب. امال ايه؟ الله يكرمك يا شيخ. ايوه هات لنا الحاجات القديمة الحلوة دي، فكرنا بالذي مضى. ما الشقة والايام بقى ما راحت. كنت بجيب محمود حسنين لو الدنيا بتخط الشتا كده وابو صمد ناصر وفهم المعلم ابو غازي والمعلم محمد ابراهيم ونعملوها ليالي هنا وليالي عند محمد ابراهيم. تسهروا بقى. وانا عليه بقى اولع الجوده والكوالح واعمل الشاي على طول. محمد ابراهيم عامل الجماع بصوص. محمد ابراهيم ده مين؟ نجار ابو غازي. ايوه ماشي. الدولار مليان بلاط من البلاط بتاع زمان وكسر بالشاكوش وعمل العيلة. والبابور داير على كوارع وبابور داير على الشارع. ويجرى بقى محمود حسنين لحد الفجر ونقوم نروح. نبقوا عندنا الفجر يعدي ويجوعوا بقى ومن الجولان طلعوا على الصمت ناصر يزولوا ورق الدخان بربع ريال وغيب يقول لما الفجر. كان الارداب بالرز بكام بقى؟ ب5 جنيه والغنطار القطن كان ب10 جنيه والبقرة ب20 جنيه. وبعدين يجوعوا بقى اخر السهرة اروح اجيب لهم العيش
اي واجيب لهم لبن وش واجيب لهم حادق